ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايلكم بقى بوصفه النهارده يا جماعه، صينيه احلى صينيه قرع عسل او صينيه يقطين بالبشاميل زي ما انتوا بتقولوها يعني. بس بجد هتدوقوا حاجه وهميه جدا جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسيش تضغطي زر الجرس، وكمان ما تنسوش يا جماعه تكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. وبجد انا برحب بكل اخت او اخ جم عندي القناه، بجد انتوا اصدقاء واخوات مش مشتركين ولا الكلام ده خالص. وبجد نفسي اتعرف عليكم، يا ريت كل واحد يجي يكتب لي اسمه ويقول له هو منين عشان نبقى اصدقاء ان شاء الله مع بعض. ويلا بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا اللي انتوا بجد هتوهموها اول ما هتشوفوها. نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه بقى كده يا جماعه، انا قطعت اليقطين. بصوا بقى يا جماعه، الخطوه دي احنا قطعنا خلاص اليقطين اهو، بس بحط عليه كوبايه سكر او حسب ما انت بتحبي السكر يعني، وببيته لتاني يوم الصبح. وبعد كده مع الميه اللي بينزلها خالص بحط له كمان نص كوبايه ميه، وبحطه يغلي لمده 10 دقايق بالظبط، يعني ياخد نص سوا بس طيبان على النار، وبعد كده يبقى كده استوى خالص معايا. هعمل بقى البشاميل. حطيت معلقتين زيت بس كبار شوية، وحطيت معلقتين زيت كمان، معلقتين سمنة كمان، يعني احنا حطينا معلقتين زيت ومعلقتين سمنة او زبدة يعني المتوفر عندك. وبعد كده هحط 6 معالق من الدقيق، الدقيق اللي احنا بنستخدمه عادي في المعجنات، مش اي نوع ولا اي حاجة، يعني اي نوع عندك مش هنختلف فيه. انا حطيت 6 معالق، وبعد كده هقلبه لحد ما يتحمر كويس. طبعا البشاميل ده يا جماعة مش بيبقى عادي، احنا مش بيبقى حادق، احنا بيبقى عاملينه مسكر. بحط بقى، حطيت على ال6 معالق من الدقيق، كيلو ونص من اللبن، وممكن تحط كيلو بس من اللبن ونص التاني مية، مفيش مشاكل. وبعد كده بفضل اقلب بقى فيه. حطيت بقى بقية اللبن بعد ما خلاص يعني هدي شوية علشان ما يلسعنيش ولا الكلام ده. طبعا انت تاخدي بالك علشان ما تتحرقيش في الحكاية دي، ويعني لازم تبعدي شوية عن النار. هحط بقى بكوين فانيليا اللي هو مع صح معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة خالص، مش كتير يعني. وبعد كده هفضل اقلب فيه لحد ما يبقى تقيل كده. وطبعا حطيت كوباية من السكر على حسب طبعا اللي انت عايزاه سكره كتير او شويه صغيرين. انا حطيت كوبايه ونص يا دوبك على كيلو ونص من اللبن. وبعد كده لو عايزاه يتخن خالص، هو كده اول ما تخن اهو بالشكل ده، لو عايزاه يتخن اكتر معاكي ممكن تحط له معلقه نشا وممكن لا. انا حطيت بقى خلاص غلى، اول ما غلي كده وطلع فقاقيع دي خلاص بيبقى كده خلاص استوى. بجيب بقى صينية وبحط فيها معلقة زبدة صغيرة خالص، يعني مسحة بس للصينية. وكمان بحط عليها معلقتين بشاميل. وكمان اليقطين اللي احنا قطعناه بحط عليه معلقتين بشاميل كده، تقليبة كده بسيطة علشان يتوزع فيه كل البشاميل برضو، ما يبقاش فيه اي حاجة. وبعد كده حطيته في الصينية، وبعد كده حطيت طبقة جوز الهند وطبقة زبيب. وطبعا حطيت كمان البشاميل كمان فوقه، وبعد كده حطيت طبقة من الجوز الهند وطبقة من الزبيب، ومعلقه زبده اختياري مش اجباري، لو حبيتي تحطيها يعني ماشي. طبعا بقى حطيته بقى في الفرن، انا حطيه على درجه حراره متوسطه، وخلي بالك منه علشان البشاميل ما ينشفش وما يتحرقش منك ولا حاجه كده، الوش اتحمر. بس انا يعني بصراحه سيبته شويه في الفرن، عشان كده طلع وشه اختفى شويه. بس دي مش مشكله خالص، طعمه خرافي، طعمه بجد لو جربتوه هتدمنوه. جربوا بقى الوصفة دي بجد مش هتندموا خالص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله كمان الوصفة تكون عجبتكم، سهلة وبسيطة خالص اهي وما بتاخدش مننا وقت خالص. وفكرة برضو اللي بعد الفطار والكلام ده حاجة حلوة قوي، وفي نفس الوقت هتحبوها جامد جدا، واطفالكم هتحبها، فيها مكونات حلوة كتير وفيها فيتامين كتير برضو. ان شاء الله هتحبوها تعتمدوها. ومرة تانية يا جماعة، أنا برحب بكل واحد اشترك عندي في القناة، وبجد شكرا قوي للناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوة كتير. بس كده يكون بقى الفيديو بتاعي خلص، وما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس، وتكتبوا لي طبعا تستمروا في كومنتاتكم الحلوة دي، بجد بتدعمني قوي. وإن شاء الله هنكمل مع بعض بإذن الله، ويا رب يكون عجبكم الفيديو.